يا مساء الخير او صباح الخير حسب التوقيت اللي اشوف الفيديو. النهارده من مطبخي هقدم لكم الكنافه بالكريمه. طبعا الكنافه من الحلويات الشرقيه الجميله اللي احنا دايما لازم تكون موجوده عندنا، خصوصا في ايام رمضان. كل سنه وانتم طيبين. النهارده كمان هنعملها صيامي. هنعمل الكريمه نباتي، بس هنعمل الكريمه يعني هنضيف لها كده مكون بسيط هينقل معاكم الكريمه لمكان تاني خالص، مش تعرفوا بجد تفرقوها ما بينها وبين الفطوري. النهارده هقدمها لكم بطريقه حلوه جدا. اتمنى بجد ان الفيديو النهارده يعجبكم. ولو اول مره تشوفوني انا تريزا، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي اشتركوا. ولو عجبكم فيديو النهارده متنسوش تحطوا له لايك، ويلا بينا نبدا على طول في الطريقه. النهارده هوريكم ازاي تعملوا الكنافه بطريقه حلوه جدا، وازاي تطلع معاكم الكريمه طعمها حلو. يعني مش هتعرفوا بجد تفرقوها ما بينها وما بين الكنافه اللي هي الفطار المعموله باللبن. النهارده كمان هوريكم ازاي الكنافه تطلع معاكم متماسكه. يعني طبقه الكنافه تطلع معاكم متماسكه، وازاي كمان الكريمه تطلع معاكم متماسكه كده في النص وما تطلعش من قلب الكنافه. يلا بينا على طول نبدا. في اول حاجه هنحضرها هي الشربات. معايا كوبايتين من المية، يعني 400 ملي من المية. عليهم على طول قدامهم 3 كوبايات من السكر، يعني كوبايتين من المية قدامهم 3 كوبايات من السكر. وكمان هحتاج معلقتين كبار من عسل النحل، لو موجود عندكم عسل نحل او ممكن عسل الجلوكوز. وكمان هحتاج عصرة ليمونة، يعني نص ليمونة، يعني تقريبا معلقتين كبار من عصير الليمون. هنا بقى في كسرولة حطيت المية وكمان ضفت معاهم السكر. الشربات لازم نعمله في الاول او السيرب زي ما بتسموه، علشان نسيبه يبرد. لازم نسيب الشربات يبرد علشان ما ينفعش الشربات خالص يكون سخن ونضيفه على الكنافة. هنا هقلب، بس اهم حاجة وانتوا بتقلبوا يعني حاولوا ان السكر ما يطلعش في الجوانب علشان الشربات ما يسكرش معاكم. وبعد كده ضفت معاهم معلقتين العسل. طبعا قلت لكم بديل العسل نحل عسل جلوكوز. اخر حاجه هضيفها الليمون، مش هضيفه دلوقتي. وكمان واحنا الشربات كده على النار، لو لقيتوا فيه اي حاجه كده على الوش زي الرغوه كده تبقى على الوش، ممكن تستغنوا عنها تشيلوها. وبعد كده ضفت الليمون وسبته كمان 10 دقايق، وبعد كده نزلته من على النار. هنا بقى معايا الكنافه، دول 500 جرام من الكنافه. الكنافه دايما انا بحب دايما اجيبها ويعني احطها في الفريزر عشان وقت ما احتاجها الاقيها موجوده عندي. هنقطعها بقى كده بالسكينه، يعني قطع صغيره، او ممكن في الماكس بلندر، يعني زي ما انتوا عايزين، بس اهم حاجه لازم تقطعوها قطع كده صغيره خالص. قطعوها كده بالشكل ده، وممكن كمان تقطعوها يعني اصغر من كده كمان لو انتوا حابين. ده بقى شكلها بعد ما خلصت 500 جرام. ده انا بوريكم شكلها ان انا قطعتها قطع صغيره خالص. هنا بقى معايا 250 جرام من الزبدة، دي زبدة نباتي. طبعا لو انتوا هتعملوها فطاري يبقى ممكن تضيفوا سمنة. السمنة على فكرة بتدي طعم حلو جدا مع الكنافة. وكمان هضيف لون كده عشان يدي الكنافة لون حلو، لون ذهبي حلو. هنا معايا لون ارانشوني، اللي هو اللون البرتقاني. ممكن تستعملوا اي لون مفضل عندكم، بس خليكم في الالوان اللي هي زي الاورنج او الاصفر او الخوخ، يعني الالوان دي عشان تدي معاكم لون حلو جدا للكنافه. هتخلي معاكم الكنافه لونها حلو، لونها على ذهبي كده. ده اللون المفضل طبعا، بيبقى لون حلو جدا. على فكرة الالوان دي صناعية، يعني ما تقلقوش منها خالص، مش مضرة خالص في اي حاجة. هنا بقى علشان نخلي الكنافة متماسكة معانا وتلاقوها كده طبقات الكنافة متماسكة، ضفت 4 معالق من الشربات اللي هو السيرب اللي انا عملته في الاول. وكمان ضفت معلقة سكر بودر. السكر هنا بيخلي الكنافة بيديها لون حلو جدا، وكمان العسل بيخلي الكنافة متماسكة معانا. وبعد كده ضفت بقى السمنة او الزبدة اللي انتوا هتضيفوها. اهم حاجة الخطوة دي مهمة جدا، لازم تدعكوا الكنافة كده بالسمنة كويس جدا او الزبدة، لحد ما تلاقوا ان الكنافة يعني اتشربت كل كمية الزبدة. يعني تبسوا فيها كده زي ما بتبسوا الكحك بالظبط. يعني لازم تخلي الكنافة يعني تتشرب كويس جدا من الزبدة. هي الخطوة دي هتاخد معاكم وقت شوية، بس اهم حاجة لازم تبسوا كده الكنافة كويس جدا بالزبدة او السمنة. هنا بقى نبتدي نحضر مع بعض الصينية. هنا معايا صينية مقاس 30. ممكن على فكرة تستعملوا صينية اصغر من كده، يعني ممكن معاكم صينية 26 او 28. يعني 500 جرام من الكنافة بياخد صينية من مقاس 26 لغاية مقاس 30. اهم حاجة لازم في قاع الصينية لازم ندهنها كويس جدا
بالسمنة او الزبدة حسب المادة الدهنية اللي انتوا هتستعملوها. وابتدي بقى نفرش الكنافة. هنا الكنافة انا قسمتها على جزئين، حطيت نص كمية الكنافة يعني في قاع الصينية كده من تحت، وابتدي ان انا اضغط كده بكفة ايدي او ممكن بظهر الكوباية. بس اهم حاجة لازم تسووها كويس جدا، وتيجوا من على الحرف كده تعملوا زي جدار كده عشان لما نيجي نحط الكريمة ما تطلعش بره الكنافة وبتتحرق معانا في الفرن. اهم حاجة ان احنا نسويها كويس جدا ونضغط كده بكفة ايدينا لحد ما تبصوا تلاقيها ان هي بقت طبقة متساوية. نبتدي بقى نحضر مع بعض الكريمة. هنا معايا لبن جوز الهند، او ممكن تستعملوا لبن عادي لو انتوا هتعملوها فطاري. دول 500 مللي من اللبن، عليهم 4 معالق كبار من النشا، وكمان هحتاج معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة. هنا بقى المكون اللي هيدي الكريمة طعم حلو جدا. هنا معايا كريمة الخفق للحلويات، دي صيامي يعني معلهاش اي حاجة فطاري خالص. دي انا دايما بستعملها في الصيام، وبستعملها كمان في اي حلويات انا بعملها. طعمها حلو جدا. لو متوفرة عندكم، مش متوفرة ممكن تحطوا باكو من الكريم شانتيه اللي هو البودر الخام، هيدي برضه طعم حلو جدا. لو ما عندكوش لبن جوز الهند يبقى ممكن هتستعملوا ميه، بس انا دايما بفضل لبن جوز الهند علشان يدي طعم حلو للكريمه. هنا بقى في كسرولة ضفت اللبن مع الكريمه، وكمان معاه النشا. اهم حاجه لازم ندوب النشا على البارد في الاول قبل ما نرفعها على النار. كمية الكريمة اللي انا ضفتها مع اللبن جوز الهند 500 مللي. طبعا انتوا ممكن تستغنوا عنها زي ما قلت لكم وتضيفوا كريم شانتيه البودرة اللي هو البودر اللي هو الصيامي. هنا بقى رفعت الكريمة على النار. اهم حاجة تسيبوها كده لحد ما تتقل، بس لازم تكون ايديكوا فيها على طول علشان النشا ما يعملش معاكم كتتولات. وضفت معاهم معلقة كبيرة من الفانيليا. هنصب بقى كده الكريمة ونحاول ان احنا نسويها كده طبقة واحدة فوق الكنافة. وبعد كده هضيف باقي كمية الكنافة. هنا يعني قسمت الكنافة على نصين زي ما انا وريتكم في الاول. حطيت نص كمية الكنافة من تحت في قاع الصينية، وبعد كده باقي الكنافة حطيته فوق الكريمة. هنا بقى بايدينا بالراحة خالص كده نحاول ان احنا نسويها، يعني نخليها طبقة واحدة كده اهوت، ما تقلقوش خالص. يعني الكريمة طبعا اتمسكت، يعني زي ما انتوا عارفين ان الكريمة يعني لما بنسيبها شوية بس 10 دقايق ببص تلاقيها ان هي خلاص بقت متماسكة. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180. هي ما بتاخدش وقت يعني كبير جدا في الفرن، هي بتاخد معاكم من 20 ل25 دقيقة او ممكن نص ساعة حسب درجة حرارة الفرن عندكم. انا سبتها شويه كده بقى لما بردت يعني هديت شويه، وبعد كده قلبتها على الناحيه التانية. بصوا بقى لونها جميل جدا. كمان اللون اللي احنا ضفناه مديها لون حلو قوي، ده اللون المناسب طبعا للكنافه اللي هو اللون الذهبي. ضيفوا بقى كميه الشربات المناسبه اللي انتوا بتحبوها. لو حابينها بقى تكون غرقانه كده في الشربات زي ما انا بحبها بالظبط، يبقى هتضيفوا كل كميه الشربات اللي احنا عملناها. هي واحده واحده هتبتدي ان هي تتشرب كل كميه الشربات. ده شكلها بقى بعد ما خلصت. انا دايما بحب كده يعني ازينها كده باي مكسرات موجوده عندي في البيت. كان عندي شويه فستق فزينتها يعني علشان تكمل بس يعني منظر جمالي مش اكتر من كده. بجد من احلى واجمل يعني طريقه للكنافه ممكن تعملوها، وكمان في ايام الصيام طبعا مش تعرفوا تفرقوا طعم الكريمه ما بينها وما بين اللي هي بنعملها باللبن. طعمها حلو جدا. وكمان لما ضفنا معاها كريمة الخفق طبعا اللي احنا ضفناها اديتها طبعا طعم حلو جدا، طعم حلو للكريمة. طبعا لو قلتلكوا لو متوفرة، لكن بديلها ممكن تستعملوا باكو من الكريم شانتيه الخام اللي هو النباتي، هيدي برضو طعم حلو جدا. يعني مش هيبقى فيه اي فرق خالص ما بينها وما بين كريمة الخفق اللي احنا ضفناها. بجد طعمها حلو جدا. ازاي كمان تطلع معاكم الكريمة متماسكة، وازاي تطلع معاكم وزي كمان تطلع معاكم طبقات الكنافة كده متماسكة ومش هايشة. يعني بص تلاقي الكنافة في ناحية والكريمة في ناحية. لا طعمها حلو جدا. كمان يعني الطبقات كده زي ما انتم شايفين متماسكة، طبقات الكنافة مع الكريمة. بجد طعمها حلو قوي قوي، لازم تجربوها بنفس الطريقة. اتمنى يكون فيديو النهارده يكون عجبكم، وجربوا الكنافه بالطريقه دي، ومتاكده بجد انها هتعجبكم. وهستنى طبعا تعليقاتكم، وهستنى كومنتاتكم الجميله اللي دايما بتفرحني. اتمنى يكون فيديو النهارده يكون عجبكم. ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تحطوا له لايك وشير، وكمان ما تنسوش تشتركوا على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم قناتي على اليوتيوب. وبألف هنا واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.